اكتر حاجه ندمان عليها في حياتي اقول لحضرتك يا عم. اكتر حاجه ندمان عليها في حياتي هي اني اشتغلت في وزاره التربيه والتعليم. لاني كنت متخيل ان كل ما السن والمرحله بتكبر انت بترقى، بتاخد مكانه اعلى. لكن للاسف الشديد وزاره التربيه والتعليم بالذات كل ما بتكبر كل ما بتهبط، كل ما بتنزل، مش بتعلى وضع ومكانه ومرتب وكلام. لا، ما فيش الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها في حياتي ان انا ما كملتش تعليم. خدت اعداديه واشتغلت بس، يعني ما فيش حاجه تانية ندمان عليها الحمد لله. اكتر حاجه ندمان عليها ان انا ابويا ما بيعرفش يقرا، ونفسي حد يقف جنبي كده ويوريني واكتب واعمل. ما كملتش تعليم؟ لا، بكمل تعليمي، بس انا عاوز حد يقف جنبي يوريني ويكتب وكده. لا الحمد لله ما فيش، احنا ماشيين مع طاعة ربنا سبحانه وتعالى. العمل ثم العمل ثم العبادة ثم البيت. مش شرط تكون حاجه وحشه، يعني ممكن يكون موقف كده عملته تمام من وجهه نظرك ندمان؟ صح. لا 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 الحمد لله. زعقت لحد، ظلمت حد، ماشي بقى، ممكن ازعق مع واحد وبعد 10 دقايق اروح اراضيه لما احس ان هو واخد على خاطره، بروح اكبر بخاطره عشان جبر الخواطر على الله. ان انا سبت مهنتي واشتغلت بياع. كان معايا صنعه كويسه اللي هي خراط ميكانيكي، كانت صنعه حلوه جدا. اكتر حاجه انا ندمان عليها في حياتي ان انا سبت المدرسه وطلعت منها وما اتعلمتش زي الناس اللي اتعلمت. كان نفسي ابقى محترم بس ما شيطان بقى، الحمد لله. الكلام ده كان زمان، ان انا ما كملتش دراستي. كنت في ثانويه عامه وطلعت من سنه ثالثه بسبب ان انا اشتغل. حطيت في دماغي الشغل، ما حطيتش في دماغي الدراسه بس. ده اكتر حاجه ندمان عليها. اكتر حاجه ندمان عليها في حياتي انا كنت بشتغل في الدفاع الجوي وسبته. هي دي اكتر حاجه ندمت عليها. السنين اللي عدت في جسرت كده وحج نفسي. اني شفت بيتي بيتهد قدامي وساعدت في هداده، ودلوقتي بحاول ارجعه. ده شيء صعب. انت ساعة الشر او ساعة الغضب السكينة بتبقى سرقاك. لما تقعد مع نفسك وتبص بيتي ومراتي وبنتي وليه وحصل وكان، فانت تحس ايه انك فعلا غلطت وشفت الكلام ده قدامك بيحصل وانت ساعدت في الغلط او سبته او طنشته. شيء صعب. مش اقدرش اقول لك ندمان ولا مش ندمان. ندمان ان انا ما بقتش زي الناس اللي هي بتعرف تعمل فلوس. يمكن ده كان ساعدني شويه وساعد ولادي وبتاع، بس مش عارف الحقيقه يعني الندم على ايه. يعني الحاجات اللي انا بفكر ان انا ممكن اندم عليها بلاقي حقيقه انا ماليش ذنب فيها. يعني ندمان من وانا صغير ما لعبتش رياضه، كان ممكن اطلع بطل، بس احنا ما كانش عندنا امكانيه نشترك في نوادي ساعتها او ده او ده او ده. بس حاجات زي كده يعني كل اللي انت ممكن كان تعمله على احسن وجه وما قدرتش، ده ندمان عليه. ده بقى اصعب سؤال ده. انه انا دخنت. ايوه، ده اكتر حاجه ندمان عليها في حياتي، انه انا دخنت يعني وما قادر اتخلى من العاده اللي فللاسف ده كان قرار سيء جدا وللاسف ما قادر اتخلص منه. ما هي الحاجه الوحيده اللي انا بقول لك عليها ان انا ما حضرتش الجنازه بتاعت اخويا بس، لكن بعد كده ما فيش اي حاجه الواحد يندم عليها الحمد لله يعني. انا بندم على حاجات هتحس انها غريبه شويه عليا. مهما كان هو اما بيجي لي سائل ويطلب مني حاجه او اشوف جار ليا محتاج وانا ما بقفش جنبه، ولما بشوف مريض وانا ما بعرفش اعوزه يعني ما بزوروش، ميت ما رحتش وراه. دي الحاجات اللي بندم عليها قوي. ناس معينه عرفتها.
صحاب ليا عرفتهم وندمت يعني. اكتر حاجه ندمان عليها ان انا عرفت ناس واتصاحبت على ناس ولا من مستوايا ولا شبهي ولا اي حاجه يعني. اكتر حاجه ندمانه عليها ان انا اديت لناس كتير قوي حقها واديتهم فرص كتير هم اصلا ما كانوش يستاهلوا ده، وبس الحمد لله قدرت اتخطى كل ده وما بقتش افكر في اي حاجه خالص الحمد لله. ان انا ما كملتش تعليم. يعني مثلا معلش لا مؤاخذه، ممكن اي واحد مهندس بيجيب لي الصوره بتاعت فوتيه بتاعت كنبه بتاعت كرسي وانا بحمل الهم. انا اللي بنفذ بحمل الهم. انا ما اقدرش اخد شغل من الحكومه لان معيش شهاده ان انا مهندس. انا ممكن اصممها واحنا اصمم اي حاجه ما دام مسكتها ومقاساتها وبتاع، اصممها فرنساوي انجليزي اي شغل إن كان غير المبوريع، اي كرسي اي كنبه اي فتيه تخطر على بالك اصممها، بس ما اقدرش اخدها من الحكومه لان انا مش مهندس اصلا. اكتر حاجه ندمانه عليها يعني ندمانه على حاجات كتير الصراحه. يعني ندمانه ان انا يعني ما كملتش التعليم، ما عشتش حياه احسن من اللي انا فيها. ندمانه على حاجات كتير قوي يعني بس. لا ما بندمش على حاجه الحمد لله. مش موقف معين عملته؟ لا ما بندمش على حاجه، كل حاجه الحمد لله يعني راضي اني عملتها وراضي بنتيجه عندي. حياتي كلها لا ما ندمتش على حاجه الحمد لله. اكبر حاجه ان انا في المانيا بعيد عن ربنا، لان انا بعيد عن ربنا فعلا. بس حاولت والله، وكل محاوله ممكن اكون هي اراده، وممكن هي اكيد اراده بس ضعف مني. انا دي معترف بيها عشان دي قدام ربنا سبحانه وتعالى مش قدام ناس. والله هو مش ندم يعني، بصراحه ما ندمتش على حاجه لان انا مقتنع باللي ربنا اداهولي وباللي انا فيه. لا بس انت عايز تقول حاجه؟ لا مش مساله عايز اقول حاجه، هقول ايه يعني؟ مش حاجه عملتها لا حسيت بقى بالندم انا ليه عملت كده؟ لا ليه ما عملتش حاجه ندمت عليها، عملتش حاجه ندمت عليها. لا كان ما كانش هو على نفسه ومشيه ما يبقاش انسان. ده الندم.